السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم من جديد وفيديو جديد، وهنتعلم حاجة جديدة النهاردة بإذن الله. خليني الأول أخدك في رحلة سريعة مع الدومين ده. لما اليوزر بيكتب الدومين بعتنا ريكوست للسيرفر بيدور على الدومين ده تبع أي آب بالظبط، وبيروح للآب يدور الدومين ده تبع أي فانكشن بالظبط. الفانكشن دي بترجع أي تمبلت بالظبط، وهو ده اللي ظهر عندنا كده. عندي URL، في عندي فانكشن، في عندي تمبلت. يلا بقى نشوف بطريقة عملية ازاي نعمل الموضوع ده في الاب بتاعنا. انا في عندي الاب بتاعنا اسمه بوست، وده البروجكت اللي هو الكور سيتنج بتاع البروجكت كله. انا السيرفر عندي شغال، بس انا دلوقتي عاوز اربط. انا في عندي هنا URLs، عاوز اربطه بالURLs بتاع البوست، وعاوز يبقى عندي تمبلت. خلينا الاول نكون الفايلز والفولدرز اللي احنا عاوزينها. في بوست ده اجي اعمل فايل جديد اسمه urls.by. انا كده الURLs بتاع الاب جاهز. هدخل هنا على البلوج انف وهعمل فولدر جديد اسمه templates. ده اللي احنا هنحط فيه ال HTML templates بتاعتنا. بس علشان احنا عندنا اب واحد، خلينا عشان يبقى الموضوع منظم، جوه التمبلتس ديت هنعمل فولدر جديد ونسميه بنفس اسم الاب، علشان السيرفر يعرف يوصل له بسهولة. طيب، الURLs بتاع البروجكت، هاجي هنا انا عاوز اعمل انكلود، عاوز اعمل الكود علشان اوصل الاب بتاعي هنا. فانا لازم اعمل امبورت الانكلود، وهكتب هنا باث. هخلي عندي الدومين فاضي علشان اللي يكتب اسم الموقع يوصل على طول. include، واحط عندي ال URL بتاع الاب اللي هو بوست، وكما في النهاية. تمام، انا كده تمام جاهز. عندي ال URLs بتاع البوست لسه فاضي، هنكتبه حالا. بس خلينا الاول نعمل الفانكشن بتاعتنا. انا عاوز اعمل فانكشن هيبقى اسمها هوم، علشان ترجع لي الهوم بيج. تاخد هنا الريكوست، بترجع لي ريتيرن ريندر الريكوست اللي رايح، وهترجع لي التمبلت بتاعتنا اللي هي هتبقى موجودة في فولدر اسمه بوست، وهنسميها home HTML. انا كده الفانكشن عندي جاهزة. خلينا بقى نكتب ال URLs بتاع البوست. خلينا نعمل الامبورتس بتاعتنا الاول from Django URLs import path، وعاوز اجيب الفيوز بتاعتي. الفروم دوت ده معناها من الفولدر هاتلي import views. اكتب بقى الكود URL patterns يساوي بث. خلي برضو الدومين بتاعي فاضي علشان اللي يكتب اسم الموقع يوصل للهوم بيج. هجيب بقى الفانكشن من الفيوز دوت، احنا كنا مسمينها هوم، وهنعمل اسم ليها علشان ده هيسهل علينا بعد كده نعمل له امبورت في اي مكان اسمه هوم. منساش الكوم علشان لو زودت حاجات تانية. طب انا كده عملت الفانكشن، عملت ال URLs. الاول ربطت المشروع بالاب بتاعي، وبعد كده ربطت الاب بالفانكشن بتاعته. يبقى احنا بقيلنا نعمل ال HTML. هنيجي على البوست ونعمل فولدر فيها. لا، انا عاوز اعمل فايل، نيو فايل، هسميها home.html. وخلينا نعمل بس HTML بسيط جدا علشان نفهم الفكرة.
اكتب welcome to my blog بس علشان نوضح الفكرة. بس احنا بقالنا خطوة مهمة جدا، ازاي اخلي البروجكت يتعرف على التمبلتس دي. باجي هنا في السيتنجز، وفي هنا هتلاقي الجزء ده فاضي، ده بيبقى موجود عندك كده، فانت تكتب فيه بس اسم الفولدر بتاعك اللي احنا مسمينه templates. تمام، انا كده عندي السيرفر شغال، خلينا نضغط عليه ونشوف هيودينا لحد فين. كده فتح عندي الصفحة وبقى اسمها welcome to my blog اللي انا عملتها في نفس اللوكال سيرفر بتاعنا. فاحنا كده عملنا، ربطنا الاب بالبروجكت، اليو ار ال اس بتاعت البروجكت باليو ار ال اس بتاعت الاب، واليو ار ال اس بتاعت الاب ربطناها بالفيوز اللي هي الفانكشن بتاعتها، والفانكشن او الفيوز دي ربطناها بتمبلت معين. دي الطريقة اللي احنا هنستعملها في اي صفحة او اي حاجة بعد كده. اشوفكم الفيديو اللي جاي ونتعلم حاجة جديدة. سلام.